السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير خوتي. قبل ما نبداو كي تنبه ديما راه ماشي عالم وماشي داعية حتى طالب علم كبير عليا، مجرد عامي ارفع الجهل عن نفسي، شي معلومة تنتعلمهم وتنشاركهم معاكم وكتقوموني بعض مرات، مرة كنطيح مرة كنوض وغادية الحياة. فكيف ديما انظر واحد 10 دقائق ولا ربع ساعة اللي كتب الله عز وجل في الأول بما جادت به القريحة، ومن بعد نقراو التعليق ديال الإخوة ونعلقوا ونتناقشوا. ورا القضية راكم عارفين دابا المقطع السادس، هذا هو السادس ولا السابع وحنا كنديروا هذا الموضوع ديال النقاش. الإخوة الجدد يلا التحقوا بنا. كيفاش جرى القضية؟ شوفوا العنوان ديال المقطع هو الأول، عاد علقوا. احنا غادي نهضروا ان شاء الله اليوم على الالحاد اللي تفشى بين صفوف ابناء المسلمين بشكل رهيب جدا، واتمنى تكون التعليقات في السياق، ماشي واحد يضر لي على داعش بحال البارح، ولا واحد يضر لي على صحيح البخاري، ولا واحد يقول لي علاش الحكام ما يهضروش. لا يجوز هذا ولا يليق، وكينزل المستوى ديال الانسان اللي طرح الطرح هذا، كيبان المستوى ديالو بحال نازل شويه، وانتم حاشاكم تكونوا من هذا النوع هذا. فعلى بركه الله نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤخرا مع كثرة ديال وسائل التواصل الاجتماعي وكثرة البرامج، الفيسبوك، التويتر، الايمو، التويت الى غير ذلك، ولات المعلومة كطير، ولا الشباب ماشي بحال بكري. ما بقاتش ديك الوراثة كيورثوا المعلومة وتيورثوا الفكرة. دابا الانسان كيساهم في انشاء فكرة وكي تنتشر الفكره بسرعه البرق في المجتمع. هذا اللي خلى يضرب بزاف ديال الطيارات كثيره جدا ورهيبه، عكس ما كان قبل. تقدر تلقى الانسان بوحده طائفه، بوحده عنده فكر، ما كاينش عند شي واحد اخر، ما هو معتزلي، ما هو شي حاجه من فرق 72، هو فرقه اخرى فوق هذه الفرق كلها، هو فرقه بوحده. فمن هاد الوسائل هذو كما تيقولوا العلماء سلاح ذو حدين، فيه منفع وفيه مضر. فمن الضرر ديالهم هو تفشي الإلحاد. شنو هو الإلحاد؟ هو إنكار الذات الإلهية والملائكة وأي شيء ما تيشوفوش ينكرونه. فأنا ما عنديش، ما كندعيش بان عندي اطلاع واسع في الموضوع، ولكن الحوايج اللي وصلوني واللي قريت عليهم واللي عرفتهم غادي نشارك معكم، وان شاء الله الا اخطات غادي تقوموني. فانتشار الالحاد هو بان الله عز وجل ما كاينش، وبان الملائكه والرسل وهادشي كامل تخربيق، وبان محمد راه بشر. ايوا بشر، ولكن داكشي اللي القران هو اللي جابو من عنده الى غير ذلك، وما كاين الدين ما كاين والو. فهذا هو الالحاد. الاسباب ديال الدوره الالحاد كما قلنا، الناس اللي جابوها الالحاد وقالوه اول شيء تدفعهم يكونوا ملاحده هو صعوبه التكاليف الدينيه عليهم. مثلا هو تيبغي يزني مثلا كثير، مبلي بالشراب، مبلي بالزنا، مبلي تيشوف الحاجه اللي حرمت عليها هادشي، تيبي الباب اللي يجي منك من الريح يزدو. اصلا احنا طلعوا حتى لفوق كاع ديال هادشي منين جاي، من السماء من الله، يلا الله كاع ما كاين، يلا زيد فينا حده. فهذا هو السبب الاول ديال الانسان تيكون ضعيف قدام الشهوه ديالو، تولي الشهوه كتغلب عليه، تولي تنكر حوايج مسلمه. فاغلبهم لا يناقشه بالعقل، اغلبهم يناقشه بالعاطفه. فاش جيت تناقشه بالدليل والبرهان، تقول لي طوموبيله عندها صانع، والكون شكون يصنعه؟ يقول لك جا صدفه. يقول لك علاش الطوموبيله ما تجي صدفه؟ فهذه رب ما يقدرش يناقشك، ما يكونش عندهم علم، تكون عندهم بعض المعلومات معدوده على رؤوس الاصابع تيجتروها كلهم تينطق لهم واحد المعلومه، كلهم تيعاودوها، ما تيحاولش يدافع على الفكر ديالو بالتامل في خلق الله، بالتامل في الكون، يساهم في انشاء المعلومه. ما عندوش هادشي، ما عندهمش هذا المنطق هذا، ما عندهمش. فهو من اضعف الطوائف ومن اضعف الفرق ومن الملاحده. اي واحد يقدر يغلب موحد بدوي، واحد جاي من الجبل ما عرف والو، ما قاري والو، يقدر يغلب موحد، لانه تيعارض الطبيعه وتيعارض الفطره وتيعارض اي كل شيء تيعارضه. فهذا من اسباب الشهوه، تيضعف قدام الشهوه ديالو. من الاسباب كذلك ديال انتشار الالحاد كما قلنا في الاول، هاد الوسائل التواصل الاجتماعي انتشر التفاشي. بكري كيكون ملحد تيبقى ملحد حتى تيموت، اما دابا تيكون واحد ملحد تدخل الكومونتيرات تيجي مع 3 4 ديال المولاد في هذا الكومونتير، تيبقى يخربق عليهم ويشوش عليهم، ويجيب لهم شبهات. مثلا كرة أرضية مدورة وكيدير سهم الفوق الله في السماء، ويدير سهم لتحت الله في السماء، الله فوق، يلا فينا والله دابا واش الفوق ولا لتحت؟ فهمتي؟ بحال هاد الشبهات كيجيبوا. مثلا تيقول لك ياك الله تيقول كن فيكون، علاش الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام؟ يلا علاش ما يقول لك كن فيكون السماوات والأرض؟ يلا علاش خلقها في 6 أيام؟ واش تي الله ديالكم راعيا؟ فكيجيبوا شبهات
هي اصلا قديمه وهما كيثيروها الان مجددا وتيقولوا بانهم راه جابوا اشياء جديده. هذه من الاسباب باختصار ديال ظهور الالحاد والتفشي ديالو. فالانسان باختصار عاوتاني الانسان فاش يكون مثلا مبلي بالشراب ولا مبلي بالزنا مثلا تيبغي يمارس هذه الشهوه ديالو. فاش كيحبسوا الدين تيقول نحيد عليا الدين كاع انا اصلا باش سميتو. فاش كيبيت لنا من التكاليف وكتجي صعيبه فتيقول الله ما كاين الله سميتو ما كاينش. فمن الاسباب ديال العلاج ديال هذا الالحاد هذا اللي تفشى في المجتمع ديالنا اولا نرجعوا للدين ديالنا. ف انت دابا مثلا كتلاقى مع ملحد يقدر يلبس عليك ويقدر يشوهك ويقدر يضحك عليك كاع دوك الناس لانك ما عندكش ثقافه دينيه وما عندكش علم باش ترد عليه ولا جابه يقدر يجيب لك شبهه ويتلفك. وداك الملحد اصلا هو قبل ما يكون ملحد كان مسلم تولد مسلم ولكن فاش ما قراوش والديه الدين وما قراوش الدين ديالو ما علموش امور اللي خاص يتعلمها فصار ملحد ولا عنده واحد الفراغ. داك الفراغ تيقلب في جوجل تيقلب في ويكيبيديا في الكومونتيرات تيقرا فتقنعوه دوك الناس وجح لانه فارغ. اي واحد جا بوب مارلي يديو مع داكشي جاو الراب يديو الراب جاو الملاحده يديو الملاحده لان الداخل فارغ ما عندوش مناعه ما عندوش علم ما عندوش باش يجابه باش يواجه بحال هاد الافكار هادو غير كيقنعوه وتيمشي معاهم. ف هذه الحل الاول كما قلنا الوالدين يربيو الاولاد ديالهم على الدين ويقروهم الدين ومهم مشيو يرسموا لهم خطه في الطريق باش يوعيهم وباش تكون عندهم مناعه يتصدوا لمثل هاد الحوايج خصوصا في الازمنه المتاخره اللي كثر فيها ولات المعلومه كما قلت في الاول سهل توصل للانسان. ثاني شيء هو الائمه المساجد. ثاني شيء هذه التركيز على بعد الوالدين هي الامام ديال المسجد. شتي كي كان الامام ديال المسجد ديال الحي ديالكم غادي ياثر على الحي ديالكم. كان امام ناعس غادي يكون الحي ناعس. كان الامام هبيل غادي يكون الحي هبيل. كان امام جبان غادي يكون الحي جبان. فالامام ديال المسجد له تاثير عظيم في الحي وفي نفوس الناس. فالخطبه الجمعه الا كان هو مجتر الخطبه الجمعه اللي جابوها ليه ويجي يكررها ويعاودها قدام الناس هذا ما امام ما والو. الا كان تيجيب معلومات غريبه بدون مصادر مثلا ولا ديما كيمشي في معلومات تافهه من الناس ما كتفيدهمش عوض ما يهضر لهم على الواقع ديالهم تيهضر لهم على سكان الفضاء. فالامام ضروري خاص يقري الناس الدين ديالهم ويوعيهم ويقول لهم كيفاش يكون مواطن صالح ويربي فيهم المناعه. الحاجه الثالثه المعلم ديال المدرسه كما قلت ديك النهارات العوض ما يقري قرد بقرة برتقال خاص يقريك كيف تكون مواطنا صالحا يقريك الدين ديالك يقريك العقيده يقريك القران. الحاجه الاخرى هي الشارع. فالبيئه الانسان كما تيقولوا ابن بيئته. كما لقيتي الناس كما لقيتي الطائفه سميتو المحيط ديالك كيفاش غادي تكون بحاله الا من رحم الله. فهذه من الاسباب العلاج ديال هذا التفشي ديال الالحاد. ونتمنى من الله عز وجل نكون قلت شي معلومه ولو وحده صحيحه وسمحوا لي. فدابا غادي نمروا ان شاء الله للتعليق واي تعليق خارج على السياق ديال الموضوع ما غاديش نجاوب عليه وما غاديش ندير ليه اعجاب. السلام عليكم كامل. وعليكم السلام خويا الشريف. وعليكم السلام أمينة مقير. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي إيجا. السلام عليكم السلام أم علي صلى الله عليه وسلم. خالد خويا سول الملحدين شنو هو سبب انفجار الكوني وما يقدروش يجاوبوك. نعم جميل جدا. دابا تنتسناو حنا شي ملحد يجي يدخل الكومونتيرات ويناقش معنا. جميل جدا هذا السؤال. عبد الغاني. وعليكم السلام أخي كلامك جميل بارك الله فيك. عثمان وفيكم بارك الله أخي. عليكم السلام. موضوع جميل بارك الله فيك. فنساهموا نكونوا فكرة جميعا ما تستناوش ما تكونش الفكرة جاية من عندي أنا باش ما نكونش أناني غادي نقرا التعليقات ديالكم وديك الساعات حنا اللي نساهموا في الفكرة. إلا كان كاع شي ملحد معنا وتتصنت مزيان باش يستافد. السلام عليكم أخي. هذه الظاهرة أصبحت جد منتشرة في مجتمعنا لأن هاد الملاحدة هادو مساكن تظنوا بأن هذا لعب بحال داك ستيل مثلا راه مسلمين كاملين ولكن كل واحد يختار ستيل. هذا اختارت الراب هذا اختارت البريك دانس هذا اختار مثلا الساتانيكا واخا حتى هما خارجين على الدين واحد اختار التراس كل واحد اش اختار. فكيظنوا بحال هكا تيظنوا انا اخترت ستيل نمشي عليه الهيت ديالي وكذا كذا. وتعرف بأن والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير.
ما عرفوش هاد الآية هادي، ما عرفوش الذين كفروا لهم نار جهنم، أو الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر بما في بطونهم الجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا يخرجوا منها من غم يعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. سورة الحج. خارج الملحد لا يستطيع إعطاء سبب الموت. جميل جدا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. خديجة عبد الملك، تبارك الله عليك، الله يبارك فيك أخويا يوسف. السلام عليكم يوسف. السلام عليكم السلام ورحمة الله. أم عادي الصوت يتقطع، واش أخوتي الصوت كلكم كيتقطع عندكم ولا عند أم عادي؟ هناك ياسين والزاني، هناك ملحد، وهناك ألا أدري وهو غير مجبر على الرد، وليس هذا دليل عند المؤمنين. هذا أولا. لم أفهم أخي ياسين قولك، ممكن تعيد تعليق بصيغة ثانية؟ نوفل عاد هو المشكل، ما كاينش ثقافة دينية. نعم صدقت. هاجر السلام عليكم. السلام الله. جلال أخي أحبك في الله، هنيئا لوالديك بك. الله يحفظك أخي جلال، حبك الله. والله لا ربي سترنا وصافي، راه حنا كل واحد تيظهر فينا داكشي الزون، فيها داكشي الخيب، الله كيستر وصافي. ارجعوا معنا. الملحد أتباع الماركسيين والفلاسفة والملاحدة. ملحد والوقت هو رئيسهم هو ستيفن هوكينغ. كل مولود يدعى فطرة. نعم أخي، فأبواه ينصرانه أو يهودانه أو يمجسانه. رشيد بارك الله فيكم. بارك الله فيصل الشروق. هل يجب قتل الملحد؟ والله أخي ما تنفتيش أنا، ما أنا ماشي ولي أمر، ماشي عالم، ماشي كيفتي، ولكن كيف صحيح البخاري: من بدل منكم دينه فاقتلوه. وسمعت البارح قال لك شي واحد راه الحديث ذا كان في عهد النبي فقط. ما هذه معلومة بس فقط شنقولوا عابرة، ماشي مجال لا مصدر موثوق لا ولا إذا لا يلتفت إليها. فأنا اللي في راسي الحكم يبقى إلى أن تقوم الساعة. ما بدل منكم دينه فاقتلوه، هذا حد. هو الحدود ما كاينش اليوم، كيسرقوا ما كاينش الحدود، واش بيطبقوا لك الحد ديال مرتد. خالد يوسف: اتفق معك فيما قلت ياسين، لكن لي نظرة أخرى في فمن نظر أن الفلسفة لها دور كبير فيما نراه اليوم من إلحاد في الأمة الإسلامية. خويا ديك الفلسفة أخويا والله ما عرفت أنا القلب ديك الفلسفة شنو هو. قريناها وكل شيء، ولكن انا نقدر نكون فيلسوف وما قريت كاع داكشي. انا ما نعرفش داكشي، نقدر نكون فيلسوف دابا. نقول لك الانسان مثل القنينه، فاضي من الداخل وفيه بشونه في الفوق، ويمشي برجل واحده، ممكن في الظلام يسير الى الفوق. انا الاعلى وانا هو اخر وكلكم ليس انتم. وانا دابا قلت هذا الكلام هذا عادي، يعني يجي واحد فيلسوف مثلا كبير حيد السميه اللي ديالي قال الكلام هذا، يقول لك مثل هذا الكلام قاله ارسطو في القرون الغابره، وهذا الكلام له عمق ودلاله. مثل هذا الكأس هناك، شنو بدل لك الكأس، مثل هذا الكأس الفارغ هناك، ومثل هذه القنينة، وبينهما جوال وبسطام وكلينكس، مثل الإنسان والحياة هكذا. وبحال هذا التخربيق هذا كيديروا منه واحد المعلومة وبداو يوصلك وبداو يضحكوا عليك. فهادشي ما كاين شي حاجات. أي واحد يكون فيلسوف، داك التخربيق اللي قررنا والله إلا داك أي واحد يكون فيلسوف. علاش ما بغي قلت لكم اخوتي، كي قلت لكم راه نجاوب على اللي سميتو اللي تبارك الله التعليقات كثر ما نقدرش. عماد راح حتى شي واحد ما ادري علاش كيمشيو ليا التعليقات. الصحيح ان الالحاد اصبح يزحف بشكل كبير واصبح الدين الاسلامي ضعيف. الله يجزيكم بخير اخوتي، راه درتو واحد المشكل دابا. كيجي واحد كيلوح واحد التعليق بحال دابا نجيب ضاع عليه. يلاه دابا نتبعوك شحال من مره حتى التعليق هذا. يلا شوف شحال من مره حسبوا لي مع التعليق هذا، الا داخل شحال من مره 34,000 مره لاح التعليق هذا. اش دار كاع دوك التعليق الكبار دفنوا منها. دابا في البث المباشر يعطيك نص الشاشه كاميرا باش تشوف راسك، ونص الشاشه كيعطوك التعليق الناس. دابا كاع التعليق الفوقاني مشاو ليا، ما كيعطيهمش ليا صافي، قال لك بحال قريتيهم بسبب بحال هاد الناس هادو. الله يهديهم. كيروح تعليق خلي اخويا تنجاوب عليه، توصل النوبه ديالو ما كتعاودوا 10 المرات، فكيطلعوا الدم. الله يسمح لهم وصافي. الاخ الكريم: على رجال الدين أن يحاربوا الظلم والفساد، أما أن يتكلموا على الصلاة والصوم والرضاعة هادشي عارفينه. عرفت يا أخويا الصوم والصلاة؟ أكاين اللي ما عرفهمش. أول ما يحاسبوا على العبد يوم القيامة الصلاة، أما الظلم هادشي يحاسب عليك الله. إلا مشيت يوم القيامة قدام الله ما غاديش يقول لك علاش الملك ظلم ولا ما يظلم، ولكن غادي يسولك واش صليت ولا ما صليتيش، واش صلاتك صحيحة ولا ما صحيحة. قال لك عرفنا الصلاة، شوف الثقة في النفس كي دايرة.
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لك: لو علمت أن الله عز وجل تقبل مني ركعة واحدة لتمنيت أن أموت بعدها. قالوا لي: علاش؟ قالوا لي: أن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. كون اشتغلنا بالعيوب ديالنا كاع ما يتصلوا على الحكام ولا كاع على اللي مسخط. إلا ما قرأت التعليق ديالي يسمح لي بأنهم مشاو. صيفط لي شي قرعة: هل تعلمون الملحد هو إنسان لم يجد جواب لسؤال علميا أو نظريا وليس على الوجود من يمكن أن يجيبه، والجواب ربانيا وخارج حدود العقل البشري. صدقت جدا أخي نور الدين، هذا هو الجواب، لأن العقل ديالنا راه صغير. بحال مثلا شي واحد تعاودك على شي بلاصة جميلة جدا في غاية الحسن والجمال، تعيا ما تصور في الدين ديالك ما توصلش ذاك الجمال اللي كاين في ديك البلاصة حتى تشوفها، فهمتي؟ بحال هكا شي حوايج حنا العقل ديالنا راه قاصر، عنده حد، راه ماشي غير محدود، راه عنده حد، ودوك الحوايج اللي كنفكروا فيهم راه غير محدوده، ما يمكنش يحفظ بها الدماغ لانه صغير. خويا ما بغاش تشد ليا، هل تعرف الله يجزيكم بخير اللي قال تعليق وعاودوا ما غاديش نجاوبوا. ناجي علي: هل صحيح ان الالحاد اصبح يزعم بشكل كبير واصبح الدين الاسلامي ضعيف لان العلم اضحده؟ هذه اشياء جبتها من راسك اخويا، هذه لا ما عمرني ما شفتها. حنا كنعرفوا بان كل جمعه في اوروبا العشرات ديال الناس كيسلموا الى يومنا هذا. هذه الحد حنا عندنا حنا في بواركان وفي دوغني وضيف هاد الناس هادو مساكن اللي تيضربوا المقدم بالطرشه وتيكفر بالله، تيضربوا المقدم بالطرشه كيقول الدين كاع الله ينعل بابا اللي غادي اللي كيقول لنا هاد ولات الامور هادشي الله ينعل بابا كاع، وبدا يسب في الدين وبدا يسب في الرب وبدا يسب في كل شيء. اما الناس اللي بعقلهم راه غاديين تيقلبوا على الدين وكيسلموا، والدين ما عمره ما تعارض مع العقل. ورينا احنا جيب لنا شي حاجه واحده تعارض فيها الدين ديالنا مع العقل ولا مع حقوق الانسان ولا تعارض مع شي حاجه علميه، بل العلم يؤكد الدين. العلم الان تاكد امور غيبيه قال النبي قبل 14 القرن. السلام عليكم اخي، نصيحتي الى كل من قد يكون فريسا الى اولئك الماحده وعدم الاستماع اليهم لان كلامهم شبه والشبهات خطافه للقلوب. صدقت اخي زكريا. شوف النهج والله لا سمحك الله اخي نجيب عليه شحال ديال التعليقات حرمتي ما قريتهمش. انا اتكلم عن الفلسفه التي تناقش العقل والحريات العامه. سبب الالحاد هو اتباع الناس لبعض الاحاديث المشكوك في صحتها. قول الناس يتبعوا إيمانهم ضعيف وكيعمروا لهم رؤوسهم وكيظنوا أنهم ماتوا شهداء ولكنهم قتلوا أبرياء، وشهادة ليس بقتل الأبرياء. ما فهمش التعليق هذا. هل صحيح أن السلام عليكم أخي، كيف لنا أن نقنع الملحد مع العلم أنهم لا يقتنعون بالقرآن والسنة ويقتنعون بالماديات؟ وشكرا اخي. نعم اخي، ما يقدرش ما يتلاقاوش معاهم في القرآن والسنة لانهم ما كيسلموش به، ما تيعرفوا، خاص تهضر معاه بالعقل. فكاين بزاف ديال العلماء قديما نهضروا على من منطوق عقلي بحال ابن روج بحال الى غير ذلك، لكن الان الاقرب انا اللي نشوف في النظر ديالي والله اعلم هو ذاك عندنا الابراهيم خطير في داكشي ديال الالحاد، واخا تيزلق في داكشي شي مسائل اخرين. حنا داكشي كما تيقولوا العلماء في مسائل ديال الالحاد والمسائل العقليه والمسائل الفلسفيه هو فيها جبل. يقدر يدق دوك الملاحده كاملين على عنده واحد الكتاب سميتو زجاجة الإلحاد ومطرقة البرهان، رد فيها على الملاحده وداك الشيء. لكن يا أخي لا أنصح به المبتدئين لأنه تيقول كلام ما يقدرش يفهموه. مثلا بحال الخلاف بين الصحابة، واحد مسكين ضعيف الإيمان ديالو أيزو في الخلاف بين الصحابة عند إبراهيم هذا يكفر، يقول شوف هذوك الأسد ديال الدين ومدبزين بيناتهم، كيفاش ما ندبزو حنا حيت بابا الدين هذا ويزيد يكمل في الإلحاد ديالو. لكن إلا كان عندك شي مناعة تصنت المسائل ديالو في الرد ديالو في المناظرة ديالو مع الملاحدة ولا الديدات حتى هو، فعطى الله. اما انا ما نقدرش اخويا. انصحي نفترض باقي للاخوه 10 دقائق لان عندنا نص ساعه اليوم، البورطابل ديالي غادي ديشارجا فيه 30% دابا، بقى لنا 10 دقائق ان شاء الله نكملوا. فخر الدين: نفترض ان الملحد امن بالله، كيف نقنع ان الاسلام هو الاصح بين مئات الديانات؟ ف كيف نقنعه هنا فين بقات؟
كيف نقنعه أن الإسلام هو أصح الدين؟ ترى فاش يأمن بالله عز وجل وفاش تقرأ عليه السيرة ديال النبي صلى الله عليه وسلم، خاص أولا يعرف بأن النبي ديال هذه الأمة هذه يعرف بأنه نبي. فاش يأمن بالله عز وجل يعرف بأن الله أرسل الرسل، ولا خلاف بين هؤلاء الرسل، كلهم لهم دعوة واحدة، كيختلفوا فقط في التشريع. هادو عندهم الصيام هكذا، هادو عندهم الصيام هكذا، هادو عندهم الصيام 6 شهور، هادو عندهم الصيام في التشريع فاش كيختلفوا. أما الدعوة الأصل هو التوحيد ديال الله عز وجل واحد، كلهم تيدعوا بأن توحدوا الله عز وجل وما تعبدوش الأصنام وما تعبدوش البشر وتوكلوا على الله عز وجل، وبأن الجنة حق وبأن النار حق وبأن يوم القيامة لم تتبعتوا. هذه هي الأصول. وكل شيء كل شيء الأنبياء إلى أمن بالله راه آمن بهذا الشيء. فوحدة كتوصلك لوحدة فاش كيأمن بالله عز وجل تقول لها كتأمن الأنبياء. نعم كان أنبياء، واش كتعرف بأن كل نبي ناسخ للنبي اللي كان قبله، راه الشرع ديال هذا النبي راه ماشي الشرع ديال النبي الاخر. كتأمن بهذا النبي هذا. من هو آخر الأنبياء؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم. كتأمن محمد صلى الله عليه وسلم بشويه بشويه وتمشي معاه. بصراحة أنا ما عنديش هذا العلم هذا ديال المحاججة ونقدر نقنعه ولا ما نقنعوش، ولكن تقدر تبحث، كاين علماء مختصين في هذا الشيء وكاين كتب مختصة في هذا الشيء، لكن حنا دابا تنبينها المنهج ديالهم باش الإنسان يكون على بال. نتمنى أي ملحد يقرأ كتاب مع صديقنا ملحد. معاذ ما بقاش كتب هذا الكومنتر، جزاك الله خيرا. جواد أثر تبارك الله عليك السياسي. الله يبارك فيك أخويا جواد، الله يكرمك، وبنا نستفدوا منكم نعمات وزيدوا شاركونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بما أنك ذكرت الإلحاد وخاصة بين أبناء المسلمين، فعلى أرجع التراث الإسلامي الذي ورثناه هو السبب، وأعني بذلك كتب الحديث وما تحوي من تخاريف وتشريعات لا تمت الإسلام بصلة. أخي محمد، هل فتحت كتب الحديث يوما من الأيام فوجدت فيها تخاريف؟ بالله عليك يا أخي لا تهرف بما لا تعرف، لأنك مسؤول وموقوف بين يدي الله عز وجل. الأئمة فناو الحياة ديالهم باش يجمعوا لك السنة ويجمعوا لك، وتجي انت تقول تحاريف. اقسم بالله ان دوك الملاحدة الطريق باش بداو الطريق، يا اما تنكر القران يا اما تنكر السنه، عدا فيهم. يا اما يقول لك القران نعملها بالسنه، يا اما يقول لك نعملها بالقران. دابا انت غالبا ديك الطائفه القرانيين هذو يقولوا نعملها بالقران، السنه كلشي داكشي الكذوب، كلشي على البصر كتبوا داكشي. فإلا جيتي بشويه بشويه نكرتي السنه، راه مشى ننزل القران، السنه شارحه للقران، لا ينفك واحدهم عن الاخر. ان الله قال لك في القران واقيموا الصلاه، فين تجيب لي 5 الصلوات؟ فين تجيب لي 4 ركعات في الظهر؟ فين تجيب هادشي؟ فين الا حيدتي السنه؟ فالله يجزيك بخير، ما بقاش تخربق، هذا لا يجوز. الشرع عبره من هنا بداو الملاحده حتى هذا راه ضرب من ضروب الالحاد. الله اعلم اخي، الاكبر نسبه في السعوديه الله اعلم. نجيب علي هرصع ياسين ممكن تحيد نضاضر هاو ما اخي كي جيتك خايب ولا بدلك في شكل او ما اخي، حنا نمشيو معاه بالكم ماشي مشكل. السلام عليكم. بما تقنع الملحد حين يطلب لكن دليل يبين عن وجود الله وأن الإسلام هو الدين الصواب؟ فأخي الكون كامل كما قال الأعرابي، قال لي الأثر دال على المسير والبعرة دالة على البعر. كتمشى في واحد الوقت لقيتي خطوط في الأرض، اش كيبين لك؟ لقيتي الأثر ديال الرويض، اش كيبين لك؟ كيبين لك بأن شي واحد داز من هنا. البعرة علاش دالة على البعير؟ بأن بعير داز من هنا، كاينة بعرة. قال لك الآثار دال على المسير والبعرة دالة على البعير. السماوات بدون أبراج والبحار بالأمواج والجبال والطرقات والجبال والأرض ذات الفجاج، أفلا يدل هذا على الجبار؟ أو كما قال أعرابي، قال هذا القول جميل جدا ديال الأعرابي، قال لك زعما قال لك شوف هاد الجبال وهاد السماوات بدون أعمدة والبحر بالأمواج ديالو، قال لك الاثر دال على المسير. راه الا كان الاثر دال على المسير بان الجبال كتدل على شي حاجه، راه كاين موراها شي حاجه، ما يمكنش الجبال تحطوها هكذا بهذه الزخرفه، ما يمكنش يتصور هاد الكائنات الطير يجيب هذا القمقم هذا ولا اخر يجيب هذا القمقم، ما يمكنش الانسان يجيب العينين ديالو باللسان ديالو وشوف الجهاز الهضمي والقلب والريه. شوف الله عز وجل دار الكرش دارها رطبه ودار العين حارصه عليها ودار الدار قصح، حيتاش ما كاينش هذا كتحرص. علاش ما يدير الكرش اللور ويدير؟ علاش الله عز وجل خلق 5 ديال الصباع هكا وما دارش هذا بحال هنا بحال البهائم؟ علاش؟ باش تقدر تفك وتعقد بيديك، تقدر تفك وتعقد. علاش دار هاد الحجبان هنا؟ علاش ما دارهم هنا؟ حاجه نزل العرق ودخل العين تعمل لك عين مثلا. علاش دار شعرات صغار في الودن، واحد الماده سامه دارها في الودن باش تدخل شي حشره كتخرج ما يسكنلكش هنا البخوش، ما يديرش هنا الغار. دار واحد الاثر وهنا دار شعيرات باش تحبس الغبره ما تكون فيك.
الى غير ذلك. هادشي كلشي ومن بعد تيقول لك دليل اكيد الا الله المستعان. صيفط لي الإلحاد يعتبر انتحار عقلي، ما رأيك؟ نعم يا أخي والله، لأنهم تيوقعوا بزاف ديال التناقضات وما تيقدروش يفكوها، فكبرهم تيبقى معاند، واخا تقنعو ما يامنش ليك والو، صافي تياخذ هذا ستيل تيولي لا مود. بعد ما عندهم هذه موضه باش يمشيو مع الدريات خالف تعرف، باش يبقاو تابعوا دوك الدريات اللي دايرين طنقه هنا ودايرين وحده هنا ودايرين وحده هنا، تيبقى يتبعوه. الله المستعان. عمر السلك تكلم عن حفل الولاء للملك والعبودية والركوع لغير الله، ستعلم أنك بالفعل صريح. إلا قلت أنا ما تركعوش للملك وقلت راه داكشي عبودية، اش بيزيد الدولة؟ هاني قلتها دابا، يلا هاني قلت داكشي راه ما مزيانش وداكشي راه شرك، واش بزاد دابا زاد؟ يلا غيرنا شي حاجة أنا وياك، راه تلقاو لي في المطار ويدوني يجلسوني على سميتو، يدوني لتازم ممارس، هادشي اللي كتقلب عليا دابا انت صافي، هادشي اللي بيتي لي في هاد الليل هذا. اما كتقلبوش للنساء على الخير وعلى النجاح، راه كتقلبوا تصيفطوه، ها كتقيدوا في بنادم وتحفروا ليه. انت ماشي راجل، انت ما عندكش اللسان، هذا اللسان هذا انا بوحدي عطاني اللسان، الله ما عطاكش انت اللسان وما عطاكش البورطابل. صور فيديو انت ورايا انا اللي في الصفحه ديالها، صور فيديو يلا ولا فيكم الله هضره بلا بلا ديال الله يهديكم هاد الناس هادو. هذاك نجيب الله اعلم الى راه ملحد، ما عرفت اخويا نجيب. زنوبة اصلا الالحاد في المغرب ولا موضه، اصبح الالحاد فقط على الاسلام لا الديانات الاربع. صدقتي كما قلت قبل قليل والله ولا موضه. يا اخي ياسين الفيديو يا اخي ياسين الفيديو لا استطيع مشاهدته لان يكتب مستحيل قراءة الفيديو. عندك خويا كونيكسيون ثقيله، شرجت قناه 10 دراهم 10 درهم اخرى كثير ديال الريعه. غدا ان شاء الله راه يبقى الفيديو راه فيه نص ساعه، بقات 4 دقائق دابا 3 دقائق غادي نسدو الريدو ان شاء الله. نمشيو لذاك الكاس كذا قالوا راه داير بث مباشر نشوفوا واش كيقول. الالحاد نتيجه حتميه لضعف الثقافه الدينيه وفتح المجال للسفهاء القوم للحديث. شوفوا معلومات ما شاء الله. شكرا فاطمه. احمد واش فعلا اكبر؟ لا الله اعلم اخي بهذه المعلومه هذه. الالحاد مرض، صدقت. الملحد يشترك مع المسلم في قول لا اله، لكن المسلم يكمل بقول الا الله، صدقت. اشنو بان لك؟ واحد السيدة سولتني ما عارف شكون اللي غادي يدخل الجنة، علاش كاينة هاد الدنيا صدمتني. واحد السيدة سولتني قورية قالت لي لا، مشى التعليق. لكن ما السلام عليكم. بعض الامازيغ في المغرب يقولوا ما عندنا ما نديروا بهذا الدين هذا، فهذوك اللي كيكونوا في لافاق دوك اللي كيضرب ديك الامازيغيه وداكشي، نحن برا منهم، انا امازيغي وبزاف ديال الاخوه امازيغ وداكشي، تيقول لك راه الامازيغ ماشي ملاحده اغلبهم، لكن هذوك اللي في لافاق بالضبط. علاش؟ لانهم كيما قلت ديك الساعه ديك السلسله كتقودهم في الاخير للالحاد. كيقول لك حنا دابا كانت الارض ديالنا هذه، شكون اللي جا الاسلام ودينا الارض ديالنا، حنا بغينا نكونوا ملوك، باغي نحكموا حنا الارض. تيقولوا واش كلشي هاد الامازيغيين دابا الى حيد مثلا محمد السادس نصر الله حيد من الطريق وخلى قال لهم يلا زيدوا نتوما كلهم غادي يوليو ملوك وكلهم غادي يشدوا في الشهر سميتو. راه بنادم راه فين ما مشيتي في اي ارض مشيتي راه بنادم راه مطبوع على الكلاخ ومطبوع على الظلم. واخا يكونوا كلكم امازيغ غتنصبوا فيكم، راه يكون مسخوط الوالد يكون شفار. في العرب غتنصبوا غادي يكون مسخوط. راه الانسان راه مخلوق هكا، الله اللي خلق الانسان هكا بالطمع وبهذا الشيء كامل. فالانسان ما عرفش كيفاش يفكر هاد الناس هادو. لكن لا علاقة للأمازيغية بالإلحاد. الأمازيغ الناس كرماء وأشراف ورجال. شنو هو الأمازيغي؟ هو الرجل النبيل، هما اللي استضفوا الإسلام، هما اللي قووا الشوكة الإسلام في الغرب، هما اللي دخلوا بالخيول ديالهم حتى لإيطاليا في نص الإسلام. طارق بن زياد شيكون أمازيغ، يوسف نتاشفين هما اللي فتحوه. فهاد الناس هذا كيشوشوا على الدين وصافي، وتيشوشوا تيقول لك حنا الدين هو اللي جا لنا. راه تسب راسك الهبيل، راه كتسب راسك فاش كتقول انا امازيغي والمسلمين هجموا علينا. راه كتقول لنا بان جدود كانوا دجاج جاو دغيا هما يهجموا على ارضهم، ما عندهمش الرجله وما عندهمش القوه باش يدافعوا على ارضهم. راه مكلخ كتشوه هنا. خاص تقول جدودنا كانوا كرماء، جاو المسلمين وما يكرموهم، قالوا بسم الله دخلوا زيد تفضل تشتتي منسي تشتتي مكلي، وعطاوهم الماكله ورحبوا بهم وزوجوهم بناتهم وتزوجوا من عندهم. هادشي اللي خاص تقول له بيدافع على الجدود. اما فاش كتقول راه هجموا علينا كتقول حدا من جوج، يا جدودك خونه
دخلوهم وما بغاوش هما داك الدين يدخلوها نفاقا، ولا جدودك خوافه جبناء جاو هما يدقوهم يعطوهم العصا، وكلا الحالتين كتشوهنا. اذا اسكت. ملحد يسأل الشيخ ديدات: ما هو شعورك لو مت واكتشفت أن الآخرة كذب؟ قال لي هذا قردها، قال له: ليس أسوأ من شعورك إذا مت واكتشفت أن الآخرة حقيقة. فإلا أنت وكانت الحقيقة إلا كنت كتآمن بأن الآخرة موجودة ومثيل، إلا كاع لقيتها راه مزيان لك، راه كتآمن. إلا ما لقيتهاش عادي. أما الآخر اللي مسقط الوالدين ما كيآمنش بها غادي يخلص. الإلحاد هو ضعف الإيمان، هو المحيط الذي يعيشون فيه. صدقت. العلم بالأشياء ضروري جدا، الجهل بالشيء تساوي نفيه، هذا هو المشكل. نعم، تقول القاعدة: الناس أعداء ما جهلوا. الخوت كثير عن التعاليق ومثال الوقت، فالله يجزيكم بخير. أركفوا التعاليق باش نقدروا نكملوا هادو اللي كاينين. أخي، أنصحك بقراءة كتاب حوار مع صديقي موحد، لأنه كتاب رائع به تفسيرات لأهم الأسئلة التي يطرحها الملاحدة وبالدليل العلمي، بالإضافة إلى استشهادات مع القرآن. شكرا أخي يوسف، أحبك الله. أخي محمد، ما تعاودوش تعليقات، الله يجزيكم بخير. واحد تعليق واحد غادي توصلوا النوبة نقرا إن شاء الله. الملحد عرف باللي الله موجود، لكن كيتفادى لأنه ما قادرش يلقى الطريق لإطمئنان. صدقت. السلام عليكم عبد المجيد. السلام عليكم أخي. أكبر أسباب الإلحاد هو إغواء إبليس لمن اتبعه، فقد أقسم على أن يبعد الناس عن ربهم ويغويهم عن اتباع أمره وشريعته. صدقت أخي. فوربك قال لي قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذا ملحد يسأل سؤال كثير من الملحدون. نادي سؤال كثيرا ما يسأل عن الملحدون. كما يعلم الجميع لما خلق الله الإنسان، كتب له قدر من ولادته حتى موته كل حركاته وسكنته مكتوب. السؤال: لماذا الله عز وجل يأمر الإنسان بفعل الخيرات والصلاة والزكاة وكل هذا، ومن لم يفعل جزاء النار، رغم أن الله يعلم ماذا سيفعل؟ لله المثل الأعلى. أعطيك مثال بسيط على القضاء والقدر. مثلا، ولله المثل الأعلى، معلم بممارسته وتجربته في الحياة وفي التدريس إلى مثلا 40 سنة وتقريت، يعرف الإنسان في راسك تسمى، تعرف الإنسان من أول نظرة. دخل القسم قال لهم: أنت ناجح وأنت ساقط. هذا مثل القدر، كتب الله عز وجل هذا سيسقط وهذا سينجح. فواش هو قيدهم ما يخدموش ما يعملوش؟ واش قيدهم؟ ما يمكنش. ولكن بالفراسه ديالو عرف بان هذاك واخا يدير المجهود واخا يعمل هذاك غادي يسقط وهذاك غادي ينجح، لانه عرف بالممارسه ديالو. ولله المثل الاعلى. ماشي كنمثل الله عز وجل مثل المعلم والتلاميذ مثل العباد وتسقط هو جهنم وتموت، ولكن هذا كتبسيط. راه الله عز وجل كتب الانسان شقي او سعيد، ولكن ما قيدش لك الحريه ديالك. انت خدم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، لكن يا ابا الله الا داكشي اللي كتب الله عز وجل هو اللي كاين. فالصلاه والزكاه وكل هذا. فتصوروا معايا لو كانت الحياه كما تيقول هاد الملاحده ما كاين لا امر لا نهي لا والو، تصوروا معايا كي تكون بلي واش ما يكونش ملل. تشوفوا راهم الحياه ديالهم اغلبهم تينتحر، ما تيكملش باقي الدنيا، ما تيكملش الحياه، ما تيعيش باقي، تيوضع حد للحياه ديالو. علاش؟ لان الملل في الحياه ديالو. كيقول الله عز وجل: يحسب الانسان ان يترك سدى. اشنو هي سدى؟ جا الامام الشافعي ودار بين قوسين حدا بلا امر ولا نهي، هذه هي سدى. تقول الله عز وجل: افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. اذا لاش خلق الله عز وجل الحياه هذه؟ راه باش يصفي. راه الحياه قدامك الجنه وجهنم، قل اعملوا، راه كاين قدامك الجنه وكاين قدامك الحساب والميزان. اما الا مخلوق غير عبثا، كاين شنو هي المعنى من الحياه؟ ما عندهاش معنى. شوف هذه الطريقه كلشي غادي يدزتهم، ولكن تيعاودوهم. واحد الدري صاحبي كان ملحد والله، لا اله الا الله. حبكم الله حبكم الله. كملت 10 دقائق. الله الا خويا خاصني كملت، حشمت نقطع ونخلي التعليق باقي كاينين. قبل أن تدعو الجماعة أي ملحد يجب أن تنظر نفسك هل أنت كفء الجدال. الرد على أي ملحد مسؤولية كبيرة، لأنك لا تحاوره وحده فقط، بل تحاور مئات أشخاص الذين يشاهدون الموضوع
وقد يتأثرون بكلامك أو كلامي، وقد يضل هو أو غيره يقتنع بالباطل بسبب ضعف ردك لا بسبب قوة منطق. صدقت أخي. كذلك كيديروا في التلفزة فاش كيديروا مثلا حوار على التعدد، كيجيبوا واحد فقيه مكلخ ولا كيجيبوا شي واحد جبان ولا دريوش وكيجيبوا لها دوك القرطيطات دوك اللي مقطعين الشعر بحال الدري وكيعطيوه العصا. داك الفقيه مسكين كيخرج هو تيشك في راسو يقول ايه تلقى التعدد هذا ما مزيان كاع ما كاين في الدينار دير كذبوا علينا. فكذلك كيديروا مسخط الوالدين كيجيبوا لك ضعيف وقوي باش الباطل اللي ينصروه. ظاهرة الإلحاد واحدة من أعقد المشاكل اليوم تمس الجوهر الرسالات السماوية والتوحيد، وأعتقد أن على المثقفين اليوم دور كبير في أن يلعبوا دور الوسيط الثقافي بين العلماء والشباب. مطلوب من المثقفين أن يكون لهم دورا ميدانيا في ردهم هل هو بين العلماء الدين وبعض الفئات الشبابية. علاش الانسان ايوب علاش الانسان كيتزاد على فطره الاسلام وكيرتد من بعد؟ واش كاينين شي اسباب مباشره؟ قلنا الاسباب في الاول منها الوالدين ومنها الضعف ديال التربيه وما كاينش المناعه الايمانيه الى غير ذلك والمحيط ودوزيم وموازين الى غير ذلك، فهادشي كيدفع الانسان يفسد الفطره ديالو. طريقة في الاقتناع أخي تعجبني. أنا في المملكة إن شاء الله أزور طيبة بيت لعن نشوفك إن شاء الله. مرحبا أخي ربيع. كيف نتعامل مع من عنده شك في القرآن والسنة ويقول أني مسلم جزاك الله خير مع العلم أنه صديقي؟ فهذا كيحتاج حوار طويل. قول لي يجي عندي نتناقش معاه في الخاص إن شاء الله، ما عنديش مشكل. أعطيه الصفحة ديالي ولا الكونت ديالي وقول لي يجي. الكونت ديالي الحساب الشخصي ديالي سميتو ياسين بالمكي الدهن، والحساب الآخر الثاني ديال الاحتياطي سميتو ياسين الدهن بدون بالمكي. فمرحبا بكم في حساباتي. إلى تصيفط لي طلب صدقة غادي نقبلو، واخا عمري أوصل 5000 ولا ما شحال. عطينا اسم الصفحة ديال مول الكاسكيطة. ما عرفش اخويا الصفحة ديالو، الله يعاونو الله يسهل عليه، راه خونا له وعليه. كيف تقنع شخص معين لكي يعتنق الاسلام؟ والله لا اكبر اقناع والاخلاق ديالنا اقسم بالله ما دخل. واش عمركم سمعتوا بشي جيش دخلوا وسط افريقيا؟ الكوت ديفوار والكونغو مالي الدول السودان الدول الاسلاميه، واش عمركم سمعتوا شي جيش دخل ليها؟ ما اسلموا الا باخلاق تجار له في اسيا الى غير ذلك. فالاخلاق ديالك هو يسولك اش الدين هذا اللي كتعتنق انت، اش هادشي؟ شكون اللي علمك هادشي؟ تقول لي محمد. شكون هذا محمد؟ وبدا يقرا سيره النبي. شوف اكبر فخ تيقعوا فيه ماشي فخ، هو فخ زوين يقعوا فيه الكفار. هو فاش يقرا سيره النبي تيتبهر بها، تيجلبوا النبي صلى الله عليه وسلم، تيطبق القاعده احسن الى الناس تستعبد قلوبهم لطالما استعبد الاحسان انسان. فأفضل حاجة هي الأخلاق ديالنا. سوريا أزيد من 200 شهيد اليوم. الله يلطف على إخواننا في سوريا، دعوا معهم في السجود ديالكم، ماشي في التعليقات وفي سميتو وفي كومونتيرات وفي ليستاتيو. هذا ما يزيد ما ينفع وما يضر إن شاء ما ينفع وما يضر إلا إن شاء الله. لكن إلى نطيف قبل الفجر بشوية ودعيتي معاهم إن شاء الله ربي غادي يستر. يوسف سولكون إسبانيا سألني لماذا نحن نسمح للمسلمين في بناء مساجد في بلداننا لكنهم يرفضون تبنى كنائس في بلداننا للقيام بديننا. قل أنت كذاب أشر. بل أنتم لتمنعوا المساجد تضيقوا عليها. أجي نوريك أنا شحال من كنيسة كاينة في أكادير، أجي نوريك شحال من كنيسة كاينة في كازا، أجي نوريك في اعتبار الكنائس في الدول الإسلامية. الكذوب هادشي الكذوب، غادي يكذب عليك أخويا وأنت لعلك ما فرغت ما يتعاود تصدق فيه. عبد المجيد صدقت أخي. واحد حاجة كتضحكني، دير شي رقية لشي ملحد وتلقى فيه شي مصيبة يولي مسلم بلا بليت ترى البليات ما يضحك. بعض الطريقات المتكررة. خديجة نكيتاش الحيدة دقيق. الحمد لله مازال ماشي ملحد في البلاصة فين ساكنة نواحي من تنوت الحمد لله. هذا من فضل الله. الناس في من تنوت أحلى ناس، زوج في من تنوت واحد 3 أيام أفضل ما يكون. أنا صليت المغرب أخي، حنا صلينا العشاء قربنا نصليو الفجر، غير أنا 11 الليل دابا.
حبكم الله. الإخوة ديالنا يقولوا الخير هاد سمحنا غير شتي شاب مصري ظهر في اليوتيوب ملحد كان مسلم وطعن في إعجاز القرآن عن الجنين وأصبح يدافع عن إسرائيل. مسكين ذكر فؤاد أنا بغي نحفظ القرآن أخي. أي سؤال خارج الموضوع مرحبا بكم في الخاص. ف40 دقيقة خو درنا 30 دقيقة وزدنا 10 دقائق بعدها وخلفنا الموعد اللي درنا معكم في الأول. أستسمي على الإطالة نختم لكم بقصة زوينة عن أحد لعله من السلف من التابعين كان مسلم وكانوا في غزو باش يفتحوا واحد الحصن فعسر عليهم هذا الحصن عياو مع ذاك الحصن باش يفتحوا ديال النصارى كانوا فيه النصارى فعياو معاه شحال هما حاصل انت تقادتهم ماكله وذاك الحصن كانوا عندهم الزاد وداكشي زدوا عليهم ما قدروش يوصلوا لهم. لما ارادوا ان ينصرفوا تعطل شويه عليهم وطلعت عليه واحد البنت نصرانيه من فوق السور وغمزت ليه وضحكت ليه. قال لها كيف السبيل؟ قالت لي تخلي الدين ديالك وتجي للدين ديالي. قال لها انا كفرت وصرت نصرانيا. حلات لي الباب ودخل عندها. فصحابه لما افتقدوا رجعوا عنده تيعيطوا تطلب من مورا السور. قال لهم انا ما بقيتش مسلم معكم الله يعاونكم. وكان من حفاظ القرآن كان يحفظ القرآن عن ظهر قلب كاملا كان من الحفظة. فلما ذهبوا مرت سنوات وسنوات بعض أصدقائي مروا من هذه المنطقة كانوا غاديين في تجارة فبيساووا المسألة ديال الفتوحات وداكشي لأن استصعب عليهم هذا الحصن وبدا يزيد من تما. فنادوا عليه من خلف السور نادوا عليه وما يعيطوا عليه الناس وطلب من مورا السور وقالوا لي كيف أنت؟ كيف حالك مع القرآن؟ اش من حياة باقي عشتي؟ واش لقيت داكشي اللي بغيتي؟ قال لي واحد منهم ما هي الآية؟ واش باقي حتى تحفظ القرآن؟ ما زلت تحفظ القرآن؟ قال لي والله ونسيت القرآن كله إلا آية واحدة. قال لي ما هي الآية؟ قال لي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون إلى أن وصل إلى من بداية سورة الحجر. مع قد تنزيل القرآن كامل وكان من حفظ القرآن ولم ينسى إلا هذه الآية لأنه عايشها لأنه كان مسلم وكافر شاف الكفار. قال وربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ما كرهوش يكونوا مسلمين لكن مساكن صعبت عليهم التكاليف وغلبوا الشهوة على العقل. فلا إنسان كما كنقول ديما خلق الله بشهوة عقل فاش يغلب العقل على الشهوات يرتقي لجهات الملائكة. الملائكة مخلوقين بعقل دون شهوة فاش يغلب الشهوة على العقل تهبط لجهات البهيمية لأن البهائم مخلوقة بشهوة دون عقل. ولكن الإنسان العاقل ما تفرطش في الشهوة ديالو ولا خلق الله لأنه إنسان ومع ذلك تيغلب العقل. فسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نكمل في التعاليق إن شاء الله والسلام عليكم.